السلام عليكم ورحمة الله. في سؤال دايما كلنا بنسأله لنفسنا: ليه في ناس تحس إن حياتها فيها بركة وفلوسهم قليلة بس دايما مكفياهم؟ أكلهم دايما بسيط بس دايما في خير، دايما بيضحكوا مرتاحين، وبيوتهم تحس فيها بالدفى والراحة من أول ما تدخليها كده. وفي ناس تانية العكس تماما، معاهم فلوس كتير جدا بس دايما تلاقي فلوسهم مش مكفياهم، المشاكل مش بتخلص والهم عندهم مالهوش آخر. تحس كده إن البركة طارت من حياتهم. السر هنا يا اخواتي مش في الكم، السر في البركة. البركة دي لما بتدخل بيتك كل حاجة بتتغير. تحسي باللقمة، تحسي بلقمة الأكل كده طعمها حلو، والفلوس مهما كانت قليلة بتكفي، والوقت بيكفيكي تخلصي كل اللي وراكي وتنامي وانتي مطمنة ومش شايلة هم لبكرة. بس عشان نبقى عارفين ان البركة دي مش بتيجي كده صدفة، لا ابدا، دي ليها مفاتيح، وربنا سبحانه وتعالى قال عليها في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني البركة دي ليها أسباب، وطبعا كلنا هنعرفها مع بعض دلوقتي، ولو عرفناها وعملنا بيها حياتنا هتتغير تماما. وعشان كده الفيديو ده مهم جدا، هنتكلم فيه مع بعض عن 10 عادات، 10 عادات يومية بسيطة بس تأثيرها قوي جدا جدا جدا، زيادة الرزق والبركة لبيتك ولحياتك. قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصحابكم عشان نقدر نفيد أكبر عدد ممكن. ويلا بينا نبدأ الفيديو. العادة الأولى معانا وهي قراءة سورة الواقعة كل يوم، ودي أول عادة معانا، وهي عادة بسيطة جدا بس تأثيرها كبير جدا. سورة الواقعة متسمية بسورة الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللي يواصل على قراءتها مش هيشوف فقر أبدا. يعني كل يوم قبل ما تنامي أو بعد صلاة العشاء اقريها بنية إن ربنا يفتح لك أبواب رزقه. جربي أسبوع بس واحد وإن شاء الله هتحسي بالفرق في الراحة النفسية والرزق بإذن الله. وجربي وقوليلي عملت معاكي حاجة ولا لأ. تاني عادة معانا وهي الاستغفار. الاستغفار طول اليوم. الاستغفار ده سر البركة. خلي لسانك دايما يقول: استغفر الله العظيم وأتوب إليه، من غير ملل ولا زهق. وانت بتعملي الأكل، وانت بتكنسي، وانت بترتبي البيت، وانت بتنظمي سريرك، وانت بتغسلي المواعين، وانت رايحة مشوار، لأن ربنا وعد اللي بيستغفر بالرزق والمطر والأولاد والخير كله. والدليل على كده قوله تعالى: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان الاستغفار مش كلام بس، لا، ده الاستغفار ده من ابواب رزق، رزق حقيقي جدا، وان شاء الله هتلاحظيه. بس واظبي عليه، خلي لسانك على طول رطب بالاستغفار وبذكر الله. بجد هتلاقي فرق كبير جامد في حياتك وهتشوفيه بعينيكي. تالت عادة معانا الصدقة. الصدقة لو بجنيه واحد بس، لقيتني ناس كتير فاكرة ان الصدقة عشان تتصدقي لازم يكون بمبلغ كبير. لا خالص، ممكن تتصدقي بجنيه واحد بس، وممكن كمان تعملي أكلة بسيطة لحد محتاج. ممكن يبقى عندك باقي أكل مثلا وتخرجيه، مش عشان ما ترموهوش، لا، احطه في علبة كويسة كده واروح مخرجاه لأي حد محتاجه. ممكن تعملي أكلة لست مسنة مفيش حد بيخدمها، وممكن كمان كوباية مية في الحر ده لواحد عطشان أو لواحدة عطشانة، أو حتى ممكن تطعمي قطة في الشارع. دي كلها صدقات وربنا بيضاعفها أضعاف مضاعفة. الصدقة بتفتح أبواب الرزق وبتطفي غضب ربنا وبتحط البركة في البيت. رابع عادة معانا إن احنا نقول دايما بسم الله على كل حاجة بنعملها. نقول بسم الله قبل الأكل، قبل ما تفتحي الباب، قبل ما تشتغلي، حتى قبل ما تعملي أي حاجة بسيطة قولي بسم الله. الكلمة دي بتخلي البركة تدخل في اللي بتعمليه وبتمنع الشيطان يشاركك في رزقك. جربيها يومين كده وشوفي قد ايه الدنيا هتبقى أهدى وأخف بإذن الله.
خامس عادة معانا، حافظي على صلاة الفجر. صلاة الفجر والضحى، في ناس كتير ربنا بيبارك لهم في رزقهم بس لأنهم بيصلوا الفجر في وقته، لأن صلاة الفجر دي بتفتح أبواب السماء والدعاء فيها بيبقى مستجاب إن شاء الله. وصلاة الضحى كمان أعظم الصلوات اللي بتجيب الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها بتكفى عن الصدقة عن مفاصل الجسم كلها. يعني ركعتين الضحى في الصبح بعد شروق الشمس بيفتحوا ليكي باب الرزق كل يوم كله من غير ما تحسي. العادة الثابتة معانا وهي صلة الرحم. خليها عادة كل أسبوع كده تكلمي واحدة من قرايبك، تسألي عليها، خالتك مثلا، عمتك، حماتك، أخت زوجك، سلفتك. مكالمة تليفونية لو مش قادرة تزوريهم، مكالمة تليفون صغيرة هتكفي. والدليل على كده إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني اللي يحب رزقه يزيد يوصل رحمه. عادة بسيطة جدا بس تأثيرها إن شاء الله إن شاء الله عظيم جدا. العادة السابعة معانا وهي قراءة سورة البقرة في البيت، لأن البيت اللي بتتقري فيه سورة البقرة عمر الشيطان ما يقرب منه، حتى لو جزء بسيط كل يوم. خديها على أسبوع أو يومين، المهم صوتها يبقى في البيت دايما. لما تسمعيها وتقريها بنفسك هتحس ان البيت اتغير جدا وبقى فيه راحة وهدوء غريب جدا. العادة التامنة معانا، قولي الحمد لله. خلي دايما كلمة الحمد لله على لسانك حتى لو اليوم صعب أو الظروف مش سهلة. احمدي ربنا على الموجود، احمدي ربنا على قعدة حلوة انت قاعداها مع ولادك وجوزك، احمدي ربنا على نومتك على سريرك مش على سرير في المستشفى، احمدي ربنا على كل أكلة كلتيها، احمدي ربنا على كل حاجة في حياتك، لأن ربنا وعدنا وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني كل مرة تشكري فيها ربنا هيزيدك أكتر وأكتر. العادة رقم 9 معانا، خلي بيتك دايما نضيف ومترتب، لأن البيت النضيف مش بس بيبقى شكله حلو، لأ ده كمان بيدي طاقة حلوة، وطاقة البيت كلها بتتغير فعلا. وسيدنا محمد كان بيحب النظافة لأنها من الإيمان. خلي ريحة البيت حلوة، ولعي شموع، بخور، ولا اي حاجة تكون بسيطة كده او حتى ريحة اكل طازة، ده كله بيجذب البركة في البيت. العادة رقم 10 معانا والاخيرة وهي الدعاء واليقين بكرم ربنا، واهم عادة فيهم كلهم، ادعي ربنا دايما وقولي: اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا وبارك لي فيما رزقتني. بس اهم حاجة تبقي واثقة ان ربنا هيستجيب ان شاء الله، لان الدعاء من غير يقين بيبقى ناقص. خلي دايما الدعاء عادة يومية في بيتك، وانت هتشوف البركة بتدخل بيتك من اوسع ابوابها. وبكده نكون خلصنا ال10 عادات، ونرجع ونقول تاني: يا جماعة البركة مش محتاجة مجهود ولا تعب، البركة محتاجة قلب صادق ونية كويسة. ابدأي بعادة واحدة بس من النهاردة، ومع الوقت خدي الباقي واحدة واحدة، وهتشوفي ازاي بيتك هيبقى اهدى وراحتك النفسية هتزيد، والرزق هيبدأ يجري ناحيتك من حيث لا تحتسبي. وربنا يرزق كل بيت فيكم بالخير والبركة والسعادة. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة، واكتبي لي في الكومنتات ايه اكتر عادة هتبدأي بيها النهاردة. بحبكم جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله.